السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده جاي لكم في فيديو جديد، هنعمل مع بعض الكشري المصري الحلو بتاعنا ده. شوفي الطريقة هتعجبكم جدا، ولا تقولي بقى من بره ولا اي حاجة. هنا بقى معانا حمص منقوع وعدس منقوع، نقعهم دول من امبارح. معايا هنا بصلاية وتوم دول بتوع الصلصة، كيس مكرونة سباكيتي وكيس مكرونة صغيرة. معانا بصل بقى مقطع كده شرايح، نص من الرز. معانا طماطم معصورة ومصفية كويس، شعرية طبعا. تعالوا نشوف الطريقة مع بعض. بسم الله. هنا كنت حاطة حلتين على النار، حلة للحمص وحلة للمكرونة. دي حلة المكرونة، حطيت شوية من الزيت، حط شوية من الملح، حوالي معلقة من الملح كده. انزل بقى بكيس المكرونة الصغيرة اللي هي التحمير دي، هنزل بشوية من نص كيس كده الاسباجيتي. احاول اقطعها صغيرة شوية عشان ما تبقاش رخمة في الاكل. الكشري ده يعجبكم جدا واحلى من المحلات طبعا، لما بتعملي الحاجة في البيت بتبقى احسن بكتير. احنا طبعا بناكله برضو من بره بس لما بنخرج بس طبعا في البيت احسن واحلى طبعا واطعم. هنا بقى ننزل بالحمص بتاعنا، المية غليت بتاعتنا اهي. طبعا احنا مش بسلق بس الحمص واخد الحمص وارمي ميته، احنا بنعمل كمان مية الحمص دي بتبقى جميلة، بنحب نشربها جنب الكشري كده بتدفينا. معانا بصلاية صغيرة، هنزل بفص من الثوم، خلي مية الحمص طعمها حلو. جربوها يعجبكم جدا. سيبهم بقى يغلوا كده شوية وبعد كده هنشوف هنحط ايه تاني. هنا بقى معايا طاسة على النار فيها شوية من الزيت، نزلت بقى بالبصل بتاعنا الجميل ده. نحاول نقطعه شرايح رفيعة جدا عشان يتحمر معانا ويبقى مقرمش كده وحلو. هنقلبه بقى كويس شوية، طبعا ايدينا ما تتشالش عنه عشان خاطر ما اللون ما يبقاش حتة وحتة، لازم يبقى كله لون واحد. نقعد نقلب فيه كده شوية عشان اللون يبقى كله سوا واحد. كده اهو بعد ما خلص بقى ما شاء الله اللون بتاعنا بقى حلو كده وذهبي. انا كنت عايزة طبعا الحقه قبل كده بس ملك بقى قعدت تزن شوية عشان هي تعبانة ربنا يشفيها. كده بقى البصل بتاعنا خلص ما شاء الله، بقى مقرمش معانا اهو طبعا باين من الصورة. حط عليه شوية من الملح عشان يبقى ليه طعم كده. طبعا الزيت بتاع البصل ده مش هنرميه طبعا، هنعمل بيه بقية الكشري، بيخلي الرز بتاع الكشري ليه طعم جميل، والصلصة بيديله طعم كده حلو. كده بقى مية الحمص والحمص غلي معانا شوية، هنزل بقى بالطماطم بتاعتنا، كوبايتين من الطماطم. حطله بقى التوابل بتاعتنا برضو. معانا هنا معلقة من الفلفل الأسود، معلقة اللي هي الصغيرة، بس أنا بعمل بالمعلقة الكبيرة فباخد نص بس. مع نص معلقة من الكمون، ونص معلقة من الملح. هنا معانا مكعب مرقة بيخلي طعم مية الحمص جميل. جربوها وهتدعولي ان شاء الله. عندي هنا بياكلوا الكشري بيقولوا لي اوعى كشري من بره. اهو ما شاء الله، نسيبه بقى يغلي بقى ويستوي معانا، نشوف بقى نعمل ايه تاني. اه حطيت كام حتة كده من فلفل حراق، مش كتير عشان ما يبقاش حراق قوي، بس حطيته عشان يديله طعم. هنا بقى جبنا الحلة بتاعة الرز بتاعة الكشري،
هنزل شوية من الزيت بتاع البصل يديله طعم جميل. نسيب بقيته بقى عشان نعمل بيه بقية الصلصة والدقة. معنا هنا كوباية من الشعرية، يعني حوالي ربع كيلو من الشعرية. انا عامة بحب الشعرية تبقى كتير في الرز بتاع الكشري، بيديله طعم جميل. نقلبها شوية كده لحد ما اللون بتاعها يبقى دهبي كده، دهبي فاتح، ما يبقاش غامق قوي. حطيت طبعا بقى حلة على النار عشان اعمل الصلصة بقى على طول كده، ما ناخدش وقت. حطيت شوية من الزيت برضو بتاع البصل. هنزل بقى ببصلاية صغيرة. طبعا ده سر بقى بتاع المطاعم، مش بيحطوا توم بس، بيحطوا بصلاية كمان مع التوم عشان تدي للصلصة طعم حلو. بصلاية نص بصلاية صغيرة او نص بصلاية كبيرة، تدينا لون معانا كده بسيط. وننزل بالثوم عشان طبعا الثوم بيستوي بسرعة وبيحمر بسرعة، فانا دي الاول البصل وبعد كده نحط الثوم. كده خلاص البصل خد يعني لون شوية بسيط كده، لون ذهبي. هنزل بقى بالثوم بتاعنا. كده الشعرية بردك معانا هي كانت خلاص اتحمرت معانا اهي، ما شاء الله. هو اللون ده كده حلو. ننزل بقى بالعدس بتاعنا، نديله تقليبة كده. يعني كانت التوم بقى والبصلة معانا بيتحمروا. ننزل بقى بالرز بتاعنا، حوالي نص كيلو من الرز، ربع العدس عليه نص كيلو من الرز. انتي بقى ما شاء الله بقى عيلة وكده وحابة تزودي، هتزودي بقى العدس وهتزودي الرز. طبعا في ناس بتعمله كل حاجة لوحدها، وانا برضك بعمله ساعات كل حاجة لوحدها وساعات كده مع بعض، بس بحس ان لما بيبقى مع بعض كده بيبقى احسن. نسيبه بقى كده يتشوح معانا شوية عشان يبقى مفلفل وحلو. هنزل بقى على الثوم والبصل، نص معلقة من الكزبرة الناشفة. ده بردك سر من اسرار الصلصة، تدي ريحة جميلة وطعم حلو. حط بردك معلقة من الخل. معلقة صغيرة بس عشان ما يبقاش طعم الخل باين قوي، بس يدينا طعم حلو. نقلب بردك معانا الرز ما ننساهوش. ننزل بقى بالطماطم بتاعتنا مصفياها طبعا عشان التفل بتاعها ده ما يضايقناش، ويبقى قوام الصلصة جميل. نقلب بقى كده بالكشري، رز الكشري كده عشان يتشوح معانا كده ويبقى مفلفل. انزل بقى بنص معلقة من الكمون، نص معلقة من الفلفل الاسود، نص معلقة برضو من الملح. انا سايبه الرز اللي هو يتشوح معانا عشان يبقى مفلفل. نسيب بقى الصلصة بتاعتنا الجميلة دي تتسبك مع بعض. كده بقى خلاص الرز بتاعنا شوح حلو. ننزل بقى بالمية. الأحسن ان احنا نحط مية مغلية، بس انا الصراحة نسيت وحطيت مية عادية من الحنفية. بس المية المغلية طبعا بتخلي الرز بيبقى مفلفل معانا كده وحلو. فدي فاتتني دي ونسيتها. نقلبه كده.
الزيت بتاع البصل بيديله تطعيمة جميلة. كده انزل بمعلقة، نص بردك معلقة من الكمون، نص معلقة من الفلفل الاسود، نص معلقة من الملح، ونقلب بقى طبعا وندوق بقى، لو محتاج ملح تاني نحط له ملح. ان شاء الله تعجبكم الطريقة وجربوها وقولوا لي رأيكم ايه في التعليقات. فاكرين طبعا الطاسة دي اللي تعبتني، بس ما شاء الله رجعت استعملها تاني. دي هنعمل بقى التقلية، الدقة قصدي. هنزل كوباية من المية، لما تغلي بقى معانا كده تعالوا بقى نشوف هنحط ايه. حط معلقة من الثوم، معلقة من الكمون، معلقة صغيرة فلفل اسود، ملح، الدقة دي برضو بتاعت المطاعم، تبقى برضو طعمها حلو، بتدي الكشري طعم حلو. اهم حاجة الدقة والصلصة، دول هما اللي بيخلوا الكشري ليه طعم. طبعا انا حطيت شوية من الخل، عصر ليمونتين حلوين كده، ادي معلقة من الخل. يغلوا بقى معانا وافضيهم بقى في حاجة تانية. سلام بقى لو خدت شوية من مية الحمص على الدقة، تديها طعم جميل، تخلي الدقة طعمها حلو ولونها هيبقى حلو. هنا بقى كانت خلاص ما شاء الله الصلصة بتاعتنا اتسبكت. هي مش تتسبك اللي هي التقل تقيل، لا، هي صلصة الكشري ما بتبقاش تقيلة، هي بتبقى خفيفة شوية زي بتاعة المطاعم. هنا بقى معانا الطاسة فيها شوية من الزيت بتاع التقلية. دي بقى نعمل شطة الزيت، معانا معلقة من الشطة، تتقلب بس معانا شوية كده، تحمر شوية. بعد كده انزل عليها بمعلقتين من الصلصة الجميلة بتاعة الكشري. طبعا هنزودها شوية مية لان الشطة ما بتبقى خفيفة شوية عن الصلصة. دي شطة زيت، طبعا خلي بالكم وانتوا بتعملوها. شوية من المية، حوالي نص كوباية. شايفين طبعا حمر الصلصة الشطة الزيت، هي بتاعت محلات دي ولا مش بتاعت محلات؟ شطة زيت اهي. الرز بتاعنا ما شاء الله استوى ومفلفل ازاي، ولا معجن ولا اي حاجة، ما شاء الله. هو الشتا عايز كده كشري ومحشي وبقى وايه. هنا بقى ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كنت خلاص خلصت الكشري، عملت لهم كمان شوية رز بلبن عشان مبقاش حرمتهم من حاجة. هو طبق الكشري المفلفل مصطفى يدوق معانا بقى الكشري. مع معلقة الزيت، ايه زيت ايه يعني، شطة زيت شطة حار زيت، حار، بجد مش هزار، مع معلقة الدقة. دقة بقى. اوعى الدقة المخلي ديت، اوعى. دوق بقى وقول دوق. رأيك. هو باين من شكله اهو، ولا تقول ابو طارق ولا ام طارق. ها، جميل جميل جمال. بس يلا، الوزع. لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والاشتراك حمص الجميل الشام بتاعنا. اهو، اللي والحمص هو اهو الحلبسة ده لازم يتعمل حمص الشام ده مع جنب الكشري. الكشري. وبعد ما ناكل كشري بنحب ناكل بقى ايه، تحلية ايه، رز بلبن ده. تحلوا زي بالرز بلبن اهو. زي اللي في الايه، في بتاع الكشري كده، المحلات كده، اهو تيجي تاكل كده تقول ايه، انا عايز طبق ايه احل بيه.
يلا عشان مبقاش حرمتكم من حاجة. عملت لكم رز بلبن لا برضه ما كشري. شاء الله، جميل جميل ما شاء الله يعني. يلا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اهم اللايك حاجه اللايك اللايك والاشتراك الجميل والاشتراك بتاعكم. الجميل بتاعكم. مع السلامة.